رسالتي الآن لكل يمني عربي حر أصيل. أنتم الآن هنا في بلدي تعيشون وكل ما تريدون مؤمل لكم. ما هو موقفكم؟ إننا في اللحظة التي نتمنى فيها وقوف أهل اليمن نجد الخذلان من بعضهم وللأسف الشديد. هناك من يدعي عروبته ويمنيته وهو يناصر إيران والظلمة الحوثيون حثالة اليمن. ماذا يمثل الحوثيون في اليمن؟ أهم نصف اليمن أو ربع اليمن؟ إنهم ثلة باعت دينها، باعت أخلاقها وتبعيتها هناك للمجوسي الذي يعلن الشرك والكفر على الأشهاد. والله إنك لتتألم عندما تنظر إلى بعض رسائل إخواننا اليمنيين وبعض مواقفهم التي تخذل صالح هذا الخائن ومن معه. ماذا؟ لم نرى منكم شيء. تعيشون هنا تفتحون المحلات والتجارة والبيع والشراء. ماذا؟ أين المظاهرات التي كانت تخرج قبل أن يأتي هذا الحوثي فيتسلط عليكم؟ أين الملايين التي كنا نراها في الشوارع؟ أرسلوا رسالتنا لأهلكم هناك. أو أنكم تريدون أن تحتل إيران اليمن؟ أين اليمني الذي يغضب لدينه ويغضب لوطنه؟ والله ما قصر أحد معكم، ووالله قامت عليكم الحجة كلكم، وهنا تأتون تفتحون التجارة في كل مكان ولكم منا الحب والكرامة وعلى الرأس. لا دولتنا ولا نحن كلنا نحبكم، ولكن نريد موقفا. هل يوم من الأيام ذهب أهل اليمن هنا وعملوا أي مبادرة للمجاهدين الذين يجاهدون عنهم ويذودون عنهم؟ لم نرى شيئا، لم نرى شيئا. نرى اعتراض ونرى بلبلة كلام في الداخل. نرجوكم كونوا صفا معنا أو اكفونا شركم. هذه البلد هي بلد الحرمين، بلد مكة والمدينة. والله لو فتحت تلك الحدود وتسلط أولئك الأشرار لرأيتم ماذا يفعل بهذه البلد من الشر والفتنة. فاتقوا الله وأحيوا الجهاد في بلادكم وحركوا شعبكم، فإذا لم يتحرك أهل اليمن فسيطول الأمر، والخاسر كلنا نحن وأنتم ولا كاسب في ذلك. فنسأل الله تعالى أن يحيي القلوب، ونسأل الله لإخواننا في أهل اليمن أن يجتمعوا ويكونوا صفا واحدا، ولا تديرهم عصابات عميلة وأشخاص عملاء للمجوس. أسأل الله لكل عربي يمني أن يحيي النخوة في قلبه والعزة في نفسه، ويوصل هذه الرسالة للمسلمين الساكتين هناك.